السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. فيديو جديد على قناة مطبخ دوجة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفة ديال البريوش اولا القريصات اولا القرشلات، كل واحد وشنو تيسميهم. واحد الوصفة اللي سهلة واقتصادية وبدون زبدة وبدون حليب. كيجيو بريوش اللي خفافين وساهلين وكيجيو لذاذين كذلك في المذاق، وحتى الرائحة ديالهم كتجي زوينة بلا ما نزيدو ليهم حبة حلاوة ولا النفع، فقط بالجنجلان. ودابا ان شاء الله غادي نبداو في طريقة التحضير والمكونات، خليكم مع الفيديو. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو في المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات ساهلين وبساطين، وإلا بغيتو كذلك كمية أكثر أو كمية كبيرة من هاد البريوش يمكن لكم تضاعفوا المكونات. اول حاجه غادي نحتاجها هي ملعقه ديال خميره العجين، غادي نديرها مع شويه ديال الماء دافي وغادي نخليها تفاعل. وغادي نحتاج جبانيه ديال الدقيق الابيض اولا الفرص، وغادي نحتاج معلقه صغيره ديال الملح. كيف ما كتشوفوا غادي تاخذوا واحد الجبانيه ديروا فيها الخميره مع شويه ديال الماء دافي باش تفاعل، وغادي تاخذوا واحد الاناء اللي غادي تجمعوا فيه العجينه ديالكم اولا تخلطوا فيه هاد المكونات. غادي نزيد نصف كأس ديال السكر، نصف كأس ديال الزيت العادية، وغادي نحتاج طبعا الماء دافي باش نجمع العجين. من بعد ما خلطت ديك السنيده مع الملح باش تذوب ليا، غادي نزيد الخميره من بعد ما تفاعلت صافي، وغادي نجمع العجينه ديالي. كيف قلت لكم الا بغيتو بريوش اولا الكميه ديال البريوش كثيره فيمكن لكم تضاعفوا المكونات. مثلا انكم ديروا 2 جبانيات ديال الطحين مع كاس ديال الزيت مع كاس ديال السكر. انا هنايا درت نصف كاس من الزيت ونصف كاس من السكر، وطبعا جبانيه ديال الدقيق اللي كتوزن 250 بالنسبه غرام. للزيت والسكر بالغرام نص كاس تيوزن 40 غرام. صافي كيف ما كتشوفوا معايا غادي نعجن العجينه ديالي ديال البريوش اولا الكريسات. كندلكها واحد شويه، وكيف كتشوفوا العجينه ما كتلصقش بزاف، يعني العجينه ما خصهاش تكون جاريه بزاف وكذلك ما تكونش قاصحه. القوام ديالها يجي بهذه الطريقه، يكون رطب، العجينه ديالكم تكون رطبه. صافي كندلكها واحد شويه. بالنسبه لهاد العجين ما يحتاجش يخمر 2 المرات او لا مده كثيره، فدغيا كيوجد معكم. وكذلك هاد البريوش اللي شاركت معكم بريوش اللي لذيذ ورطب وفي نفس الوقت ما كيحتاجش بزاف ديال المكونات. فكاين بعض الناس اولا كاين بريوش اللي كتستعملوا فيه مكونات اخرى، فانا هنايا شاركت معكم هاد المكونات اولا هاد البريوش بطريقه سهله واقتصاديه. يعني هاد البريوش اللي شاركت معكم ما يحتاجش بزاف ديال المكونات، يمكن لكم تحضروه بسهوله. من بعد ما عجنت العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا عجينه اللي رطبه، دابا غادي نشكلها على شكل كويرات متوسطين، لان هاد العجينه باقي غادي تخمر وغادي تفاعل. باش ما يلصقش البريوش ديالكم حاولوا ديروا كل بريوش اولا كل كره ديال العجين حطوها بوحدها وخليو مسافه بينها وبين الكره الاخرى. صافي كيف ما كتشوفوا واحد الطاوه هكذا دهنتها بالزيت ودرت البريوش ديالي اولا العجينه ديالي شكلتها كرات وحطيتهم في الطاوه. هنايا غادي نخليهم غير واحد شي شويه، غير بما ضعف الحجم ديالهم واحد شي شويه، ما كياخدش بزاف ديال الوقت، تقريبا واحد 15 دقيقه صافي. وغادي نحتاج صفار بيضاء باش ندهن به هاد البريوش اولا الكريسات. اول حاجه تنقرصهم كيف ما كتشوفوا. هاد الكريسات هادو تيجيو شويه هابطين، يعني ماشي دوك الكريسات اللي منفوخين بزاف. صافي غادي نقرصهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو، ومازال غادي يخمروا معايا. وكذلك ملي غيطيبوا في الفران غادي يضاعف الحجم ديالهم. داكشي علاش قلت لكم من الافضل كل بريوش اولا كل كره ديال العجين تخليو مسافه بينها وبين الاخرى باش تلقى فين تخمر اولا فين يضاعف الحجم ديالها. صافي من بعد ما غادي نقرصهم بهذا الشكل غادي ناخذ صفار بيضاء وغادي ندهن البريوش ديالي، وغادي ندير ليه الجنجلان من الفوق. والتزيين تيبقى طبعا اختياري، يمكن لكم تخليوهم فقط تدهنوهم بصفار البيض وطيبوهم مباشره بلا ما ديروا الزنجلان. انا هنايا زينتهم بالزنجلان وغادي نخليهم يخمروا تقريبا واحد نصف ساعه
بما ضعف الحجم ديالهم، وغادي نطيبهم في الفران يكون سخون على درجة الحرارة 200 لمدة تقريبا نصف ساعة او لا 45 دقيقة. ما تياخدوش بزاف ديال الوقت، لانني هنا نسيت ما حسبتش معكم الوقت اللي فاش دخلتهم الفران، الوقت اللي دوزو. فهنايا صافي من بعد ما غادي نرش القريصات بالزنجلان، غادي نخليهم حتى يخمروا، وغادي ندخلهم الفران باش يطيبوا، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل ديالهم النهائي. هنا كيف ما كتشوفوا دخلتهم الفران من بعد ما خمروا، كيجيو زوينين بزاف في الشكل وكذلك في المذاق، وطبعا بمكونات اللي بسيطه. هذا هو الشكل ديال البريوش او القريصات ديالي، هذا هو الشكل ديالهم، تيجيو زوينين. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو ليا واحد لايك كتشجيع ليا، وتخليو ليا تعليقكم او الاراء ديالكم في التعليق. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو ما تنساوش تخليو ليا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بالجميع للاستفاده طبعا من الفيديوهات اللي تنشارك معكم، من الوصفات اللي تنشارك معكم اللي ساهلين واقتصاديين وكذلك لذاذين. كيف ما كتشوفوا البريوش هذا هو الشكل ديالو، كيجي زوين ورائع. طبعا غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوها، وغادي كملوا معايا الفيديو باش تشوفوا الشكل ديالهم او لا تشوفوا البريوش في صحن التقديم. وما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وكذلك باش تكبر القناه ديالنا ان شاء الله. هذا هو الشكل ديال البريوش كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نديرو في واحد الطبيسيل وغادي نقدمه، وبصحه والراحه لكم، شهيه طيبه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. صافي كيف ما كتشوفوا البريوش راه طاب، كيتحمر من كاع الجوانب. تقريبا الكميه اللي شاركت معكم ديال الدقيق خرجت ليا 5 ديال القريصات اولا البريوش اللي الحجم ديالهم لا باس به، متوسطين الحجم وكيجيو في المذاق اللذيذ كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوها من الداخل كيفاش تيجي، وبلا ما ياخذ معنا بزاف ديال الوقت ولا بزاف ديال المجهود. هذا هو الشكل ديال البريوش من بعد ما غادي نقطعو، كيجي خفيف بزاف ولذيذ. نتمنى هاد الوصفه تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف الى وصلتوا هنا في الفيديو. كملوا الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش كيف قلت لكم قبل تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائده، وتشاركوا الوصفه ديالي مع الناس اللي كتبغيو باش يستافدوا كاملين. وبصحه والراحه خليت لكم الراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو ماجي في وصفه جديده وكذلك في شهيوات جدادين ان شاء الله. الى الملتقى، خليت لكم الراحه وبسلامه عليكم وفرجه ممتعه.